بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن بلي الموتور. ازاي تفرق بين البلي الاصلي والبلي اللي مش اصلي. هنشرح النهارده في 3 انواع من البلي، السائد والمتداول في السوق النهارده واللي معظم الناس شغاله بيه. في 3 براندات يعني ماركات، NTN وفي SKF وفي بلي KGT صناعه تايوان. النهارده هنشرح ازاي تفرق بينهم ال3 انواع سواء. طب هم ليه يا اسطى يعني عملوا بليه مضروبه بليه اصلي من الاصل؟ يعني ليه؟ طب ما كان يعمل براند جديد. بالنسبه للبليه الاصليه جودتها بتبقى اعلى. بالنسبه للخامه، لا اقصد ليه بيقلد نفس الاسم؟ عشان هي مثلا مشهوره فالناس بتجيبها، او الميكانيكيه مثلا يعني بتعملش غير بيها. NTN مثلا. تمام. دي نسبه منها مضروبه اصلا. بليه ممتازه جدا ومتداوله. تمام. عشان كده النهارده اتقلد منها. تمام. عملوا موجود معانا دلوقتي التقليد. طيب ممكن حضرتك تورينا الفرق الاول حاجه بين الايه بالعلبه؟ هنشوف مثلا ايه. دي واحده اصليه واحده من تقليد. دي البليه الرديئه. تمام. نفس اللون ونفس الشكل ونفس الكتابه وكل حاجه. تمام. طب وبالنسبه يعني لو انا شفت العلبه من بره اقدر افرق؟ ده السيريال الاصلي. تمام. حتى هنلاقي الكتابه مكتوبه بشكل يعني حتى بشكل نضيف. تمام. بالنسبه للكتابه دي نفس الكتابه بس بهتانه. تمام. حتى لون العلبه كمان مختلف. تمام. ده اتقل وده اتقل وافتح. حتى هنا لو جينا هنا هنلاقي مثلا ميد ان جابان وهنا ميد ان جابان. تمام. نفس كل حاجه، نفس الكتابه، نفس كل، بس الالوان طبعا مختلفه. تمام. طبعا كل ده بيبقى تكلفه. تمام. دي تكلفات. تمام. بالنسبه للبليه، تمام. ادي البليه اللي احنا يعني هنقول عليها بما يقال تقليد باللغه الشعبيه التقليد. تمام. هنلاقي هنا اهوت ده ختم مش بارز، ده اختام طباعه. تمام. ده كل ده ختم طباعه، مش حفر كل تمام. ده اهو. مكتوب ايه بقى هنا؟ يعني NTN دي مكتوب عليها NTN. تمام. ودوت جابان. تمام. كل دي كده اختام عاديه. تمام. وهنا سيريال. ده الرقم. لا ده مقاس البليه. 306. ده مقاس البليه. تمام. هنيجي الناحيه الثانيه ما فيهاش اي حاجه؟ لا هنا سياده خالص. طب وكام بليه دول يا اسطى؟ دول 9. تمام. 9. هنيجي هنا دي البليه الاصليه اهي. هنلاقي كل حاجه هنا حفر. تمام. مكتوب ايه؟ جابان SX. تمام. نحاول بس نوضحها. تمام. كل حاجه فحر فيها. تمام. NTN مكتوب برضه NTN. وجابان SX. تمام. وهنا مكتوب ايه؟ السيريال برضه. ده رقم، ده مقاس البليه. تمام. هنيجي هنا بقى. بالنسبه انت مثلا ما تعرفش النهارده البليه مثلا، انت مثلا احنا كده خلاص عرفنا الفرق بين العلب او العبوه والبلي. هنفترض مثلا هنفترض مثلا ايه دلوقتي خنك نظرك. تمام. ان انت تميز بين العلبه دي والعلبه دي، وممكن ينزل نفس الكتابه. تمام. هنا ليها نسبه بوش معين. تمام. نسبة بوش يعني اصلا يعني احس فيه هزه عشان لازم مش عارف يعني بوش. بوش دوت لازم يبقى يكون ايه يعني ليه نسبه. تمام. البليه دي لما بتشحت في الكارتيره يعني تدخل في مكان تدخل في مكان الشغل بتاعها. مكان الشحط هنا بيأثر على الكارتيره، بيأثر على البليه. تمام. لما البليه دي بتنزل في مكان الكارتيره وبيكون مكان البليه في الكارتيره كويس، ده بيقفل. تمام. بيعوض الخلوص بقى. ده القطر الخارجي بتاع ده بيضيق بجزء من الملي. بيقفل يعني. القطر الخارجي ده مطرح الشحط بيقفل هنا، فبيظبط معاك سنه البوش ديت. تمام. ديت اهي يعني. طبعا باين قوي ان الخلوص جامد جدا. تمام. فحتى نسبه الشحط مش هتعوض نسبه الخلوص دي. طب وده ياثر عليه في الموتور لو انا ركبت بليه مضروبه؟ هنفترض البليه مثلا اللي هي المقلده ديت هتعيش مثلا 3 شهور. عمر الافتراضي اقل طبعا. 3 شهور. تمام. دي لا يقل مثلا عن 2-3. تمام. طيب دي يعني هتبوظ، هيحصل ايه لما تبوظ؟ اولا رمانه البلي مسؤوله عن الشفط. تمام. روح الشفط في البلي. رمانه البلي. لا اقصد ميكانيكيا لو دي نسبه البوش بتاعها عاليه، ايه اللي هيحصل؟ الشفط مش هيعيش. تمام. الشفط ده مسؤول عن السحب او الكبس بتاع المكنه. ما يعيش. الشفط ده ما يعيش خالص في الموتور. تمام. المكنه تجيب شفط على طول. تمام. وتحصل من هنا بقى بتحصل المشاكل. تمام. مثلا الزبون بيروح للميكانيكي يقول له والله انت لسه عامل لي عمره والكلام دوت. تمام. هي دي المشكله. طيب في عندنا براند ثاني اسمه اباطي، صح كده؟ اباطي ده المفروض ان هو ايطالي. ده الايطالي ده. تمام. ده عدد رمانة حبات البلي بتبقى 8 بليات او 8 حصوات. تمام. طبعا صناعه، طبعا يعني صناعه فاخره.
تمام. بليه خلوصها مظبوط جدا. تمام. حتى بس هي للاسف مش معروف مصدرها ايه. مش معروف مين المصنع ليها. مش معروف. هي شركه اباطي اللي هي الكيس ده. شركه اباطي هي المسؤوله عن التغليف. حتى الاختام النهارده دي بتتعمل والكيس النهارده بيتعمل. تمام. يعني سهل قوي ان انا اعمل كيس مكتوب عليه اباطي. تمام. هنا البليه، هنا بص الختم اهوت مكتوب عليه اباطي، لكن مش معروف الشركه المصنعه ايه. مش معروف. برضه مجهوله المصدر. للاسف دي يعني معظم الناس تخاف ان احنا نستخدم الانواع بيفضل ال NTN الشائعه يعني او الاس كي اف او الاس كي او اي بليه المفروض انها اصليه. طيب ده بالنسبه للبليه الاس كي اف برضه بنعرفها ازاي انها اصليه؟ برضك الاس كي اف برضك بيبقى نفس الكلام بالنسبه لل NTN. حفر، كله حفر. نوضح كده الحفر. تمام. والعلبه بتاعتها برضه هلاقي ميدن بلغاريا زي ما احنا بلغاري. مش هندي او لا حاجه ثانيه. ومن انضف الصناعات الاس كي اف دي. والبليه طبعا بتاعتها. والبليه طبعا. طب دلوقتي بقى احنا نتكلم واحد عايز يشتري الحاجه دي، اضمن مكان يشتري منه ايه؟ يا اما تاجر موثوق منه يا اما يجيبها من التوكيل. شركات طبعا او شركات موزعه. شركات رسميه. تمام. يعني ان تي ان متوفره. لا دي المضروبه. ان تي ان الاصليه دي متوفره برده في التوكيل بتاعها او موزع معتمد. في براند تاني برضك او الاس كي اف برده نفس الكلام من توكيل اس كي اف. في براند تاني وان اس كي في براند تاني دي كيشي تي ديت صناعه تايوان. تمام. برضك من البلي اللي يعني من الحاجات اللي لسه نازله. ويعتبر برضك صناعتها يعني نوعا ما صناعه كويسه يعني. لكن مش بيرفكت يعني. مش ممتازه لا مش ممتازه. لكن هي متوسطه. لكن مش شعبي في نفس الوقت. هنقدر نقول ايه يعني حتى اسعارها يعني رمزيه نوعا ما. بعض الاسعار دي ايه رمزيه. تمام. طيب تقدر تنصحنا بايه لو احنا بنشتري البيلي؟ هل نشتريه من اي تاجر ولا نروح يفضل ان احنا ناخد المقاس بتاع البليه ونشتريه من شركه؟ في شركات يعني في اماكن كتير موجود منها البلي الاصلي دوت. يعني البليه ديت احنا جايبينها من شركه. تمام. بالمقاس ده. ده مقاس البليه هنا اهو اللي هو دوت. ده مقاس. تمام. كل بليه ليها مقاس، ليها رقم او ليها رقم. ما بيتكررش. تمام. زي ما احنا يعني شرحنا في اللي فات ده كله ازاي تعرف البليه الاصليه والبليه التقليد. تمام. ده اللي احنا شرحناه ده ينطبق على كل انواع البلي مش بشرط ان تي ان. لا اي بليه. تمام. اي بليه. وبرضك معلش هنبه برضك لحاجه، ان السبب المشاكل اللي بتحصل دايما ما بين الميكانيكي والخراط البليه. ما بين الميكانيكي والزبون البليه. النهارده الزبون بيعمل مثلا عمره. تمام. يجي بعديها مثلا باسبوعين 3 البليه ده بيبوش بيخف. ياكل الشفط الدنيا باظت. بتيجي من هنا المشاكل. فانا يعني نصيحه ان احنا يعني ننتقي للحاجه اللي احنا بنجيبها. طيب البليه دي بقى عشان يعني تتركب صح برضه في عامل كبير ان البليه برضه ما ممكن تجيب بليه اصليه وخراط يقفلها لا مؤاخذه دق. بص المفروض تركب بزرجينه. هقول لحضرتك على حاجه. البليه ليها طريقه، يعني ليها طريقه في تركيبها سواء الخراط او الميكانيكي لما بيجي يركبها. تمام. البليه دي المفروض تنزل يا اما تنزل الدقه لا يعني غير محبس. احسن غير محبس. يعني اقل الامكانيات ان انا انزل البليه دي دق. اضعف الايمان زي ما بيقولوا. لكن الصح ان البليه دي بتنزل على التسخين سخن. بس ما بتسخنش. احنا بنسخن مكان بندفي مكان الكارتيره ونسقع دي بفريون او نحطها في الفريزر. مش بنسقع مش بنسخن البليه لا بنسخن الكارتيره. تجويف المكان اللي بيركب فيه. لان لو دي